الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تبخلش عنا باللايك الجميل للفيديو. إن شاء الله يا جماعة هنعمل لكم وصفة جميلة وسهلة وكمان اقتصادية وموفرة. هنعمل طاجن مكرونة باللحمة. طبعا يا جماعة ممكن تعملوها باللحمة، ممكن تعملوها بالفراخ أو بالجمبري أو ممكن تتعمل سادة حسب الرغبة. فيلا بينا يا جماعة، لو حابب تعرف إحنا عملنا الطاجن ده إزاي يلا بينا على الفيديو. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. النهارده هنعمل لكم وصفة جميلة ومميزة وكمان سهله يا جماعه واقتصاديه. ان شاء الله هنعمل لكم طاجن مكرونه باللحمه. الطاجن ده يا جماعه بيتباع في المحلات بمبالغ كبيره جدا. فيلا بينا نبدا كده ونقول المكونات بتاعتنا. معانا كيس مكرونه قلم، معانا طماطم حوالي كوبايتين طماطم معصورين، معانا بصله وفلفل. ده فلفل بارد يا جماعه، اللي عايز يحط فلفل حامي مفيش مشكله خالص. ومعانا نص كيلو لحمه مفرومه. التوابل بتاعتنا عباره عن معلقه سكر ومعلقه ملح صغيره وفلفل اسمر ومرقه دجاج. يا جماعه المرقه دي مصري مش مقاطعه. ومعانا معلقتين زيت وفصين توم مهروسين ومعلقه صلصه وجبنه موتزاريلا يا جماعه للتزيين في الاخر علشان لما ندخل المكرونه بتاعتنا الفرن. فيلا بينا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بمعلقتين الزيت بتوعنا، بعدين هنحط الثوم، نبدا يا جماعه نقلب الثوم كده لحد ما يحمر معانا. الأكلة دي يا جماعة أكلة جميلة ومشبعة وبتتباع في المحلات بمبالغ كبيرة جدا. وانتوا عارفين إن هدف القناة بتاعتنا إن احنا بنعمل كل حاجة موفرة واقتصادية، فدي من ضمن سلسلة الوصفات بتاعتنا اللي احنا بنعملها. ودي أكلة شتوية يا جماعة جميلة تتاكل في الشتاء. فكده التومة بتاعتنا بدأت إن هي تاخد اللون الذهبي. هننزل الصلصة بتاعتنا، هننزل بالتوابل يا جماعة بتاعتنا. طبعا نبدأ نقلب كل ده كده في بعضيه. ومعانا يا جماعة كوباية مية هننزل بيها عشان احنا عايزين الصلصة بتاعتنا خفيفة شوية. ونسيبها يا جماعة كلها تتسبك مع بعضها ونروح عشان نعصر اللحمة بتاعتنا ونرجع لكم تاني. سيبنا يا جماعة الصلصة تتسبك كويس على النار. هنعمل بقى المكونات بتاعتنا دلوقتي. هنعصر اللحمة. معانا طاسة وهنحط معلقتين زيت، وبعدين هننزل بالبصل بتاعتنا، ومعانا يا جماعة فلفل. طبعا عايزين تحطوا فلفل بارد أو فلفل حامي